السلام عليكم متابعيني، شلونكم؟ إن شاء الله صحة وعافية. عندي هذا بصل وفلفل وطماطة، راح نسوي تتبيلة للدجاج حتى نشويه شوي. وعندي هنا لبن راح أتبل بيه الدجاجة. خلينا بالخلاطة. هسه راح نثرمهن ونتبل الدجاجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. هسه خلطناه، راح نتبل الدجاجة. هاي البهارات اللي نتبل بيها الدجاجة: ماجي، ملح، لمندوزي، كركم، كاري، بهارات السبعة. راح نخلطها ونخليها على الدجاجة. خلينا خاشوقتين لبن، خلينا البهارات. تبلنا الدجاجة وراح نخليها بالثلاجة، نغطيها ونخليها بالثلاجة للصبح. السلام عليكم متابعيني. اليوم راح هاي الدجاجة البارحة نقعناها، خليناها بالثلاجة. هسه راح نقطع هاي الخضروات ونخليها بالصينية. قطعنا الخضار، هسه راح نخلي الدجاجة. وخليت الدجاجة بالصينية، وهسه صارت جاهزة. راح أخليها بالفرن، بس راح أسلفنها قبل لا أخليها بالفرن. سويت الخلطة، خليت مي ولمندوزي وشوية معجون وملح. راح أخليهن على الدجاجة. اللهم صل على محمد وآل محمد. حبايبي صلونا على محمد وآل محمد. خلينا السيليفون حبايبي، وهسه راح ندخلها بالفرن. حبايبي هذني مشتريات جديدة، شوفوهن وكتبوا لنا بالتعليق شنو رأيكم بيهن. خلينا الجزر وخلينا الزيت وخلينا الشعرية. راح نحمس الشعرية حتى يتغير لونها. حمسنا الشعرية، راح نخلي التمن. عندنا التمن مغسول ومنقوع. خلينا المي والتمن، راح نخلي الملح. هسه راح نخليه حتى يفور ويستوي. وهذا التمن طبخناه. مكمل عندنا جاي يتهدر. وهذا التمن مالتنا هم خلص. وهاي صينيتنا طلعناها من الفرن. سهمنا وسهمكم ألف عافية.